في نظرية بتقول إن اللي بنى الأهرامات هم قوم عاد اللي اتذكروا في القرآن الكريم إنهم كانوا ناس عندهم قوة جسمانية ضخمة جدا وقدرة على البناء قوية. قوم عاد كانوا عايشين في منطقة اسمها الأحقاف واللي موجودة في الجزيرة العربية، وتعرفوا بإنهم بيبنوا مباني ضخمة وأعمدة عملاقة. القرآن قال عنهم أرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وده معناه إنهم كانوا مميزين جدا في البنيان. أصحاب النظرية دي بيقولوا إن قوم عاد ممكن يكونوا عاشوا في مصر، وإنهم هم اللي بنوا الأهرامات باستخدام قوتهم الجبارة ومعرفتهم الهندسية اللي موصلناش لسرها لحد دلوقتي. بيقولوا ان الاحجار العملاقة اللي اتبنت بيها الاهرامات واللي وزنها بيوصل ل70 طن كانت مستحيل تتنقل بالامكانيات اللي كانت موجودة وقتها، وان قوم عاد الوحيدين اللي كان عندهم القدرة دي. وبيقولوا كمان ان ممكن يكونوا استخدموا تقنيات متقدمة واتنست مع الزمن، بس لحد دلوقتي الموضوع مجرد نظرية لان مفيش دليل علمي قاطع يثبت ان قوم عاد هم اللي بنوا الاهرامات. لكن ممكن الهرم المعجزة عمره 5000 سنة و2 مليون و600 ألف قطعة حجر متماسكة جمعوها من غير أسمنت. ارتفاع الهرم 149.4 متر، وسقف غرفة الملك لوحده قطعة حجر واحدة من الجرانيت وزنها 70 طن. طب ازاي الحجر طلع للارتفاع ده ومفيش مقطورات ولا أوناش ديزل ولا كهرباء؟ طب حصل ازاي ده؟ زمان في المدرسة في الابتدائي كانوا بيعلمونا في الكتب إن الفراعنة بنوا حاجة زي الساتر الترابي حوالين الهرم زي مسطبة ترابية من الطوب الناي وبعدين جروا عليها الأحجار. حاجة تضحك طبعا، ده كلام فارغ. ازاي تجر قطعة جرانيت واحدة بس وزنها 70 طن؟ طب كام واحد هيجر؟ اكيد مفيش 100,000 عامل هيجر على الساتر الترابي ده، مستحيل طبعا. انا في رايي مفيش تفسير للحكايه دي غير ان العلماء في العصر ده كان عندهم وسيله سريه وعلم خاص بيقدروا يتغلبوا بيه على الجاذبيه الارضيه ويعملوا حاجه زي اللي بيسموها دلوقتي انتي جرافيتي، او يعملوا منطقه ضد الجاذبيه. ده اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي في امريكا وروسيا. اكيد العلم ده كان موجود زمان وكان واصل لدرجه الكمال، وكان في علماء بيقدروا يتغلبوا على الجاذبيه. فلو العلماء دول اتغلبوا على الجاذبيه يبقى الحجر اللي وزنه 70 طن هيبقى كأنه ريشه. وبعدين الموضوع مش واقف عند ده، لان هندسه الممرات جوه الهرم، الغرف والفراغات، ده كله بيدل على انهم كانوا فاهمين حاجه كبيره محدش يقدر يفسر. وبعدين الحسابات العجيبه لما تيجي تقيس الهرم تلاقي ان العلاقه الثابته بين المحيط وقطر الهرم، لو قسمنا المحيط على القطر هتلاقي نتيجه 3.14% اللي هي النتيجه التقريبيه. مش بس كده، ده انت لما تدخل غرفه الملك هتلاقي نفس العلاقه 3.14%. التابوت كمان لما تقسم المحيط على الارتفاع تلاقيه 3.14%. كل غرف الهرم بتعكس نفس العلاقه دي، يعني مش صدفه اكيد. والعلاقه بين ارتفاع الهرم والمسافه وبين الارض والشمس 149.4 متر للهرم و149.4 مليون كيلو متر بين الارض والشمس. ده شيء عجيب جدا. هل دي صدفه؟ كمان موقع الهرم كمان في نص القارات الخمسه، وجهات الهرم متوجهه للجهات الاساسيه شرق غرب شمال وجنوب. الشمال ده تحديدا هو الشمال المغناطيسي. الممرات في الهرم بتشير لنجوم معينه زي النجم القطبي ونجم الشعر اليمنيه، كأن الهرم ده مرصد فلكي. الكسوه الجيريه للهرم كانت غريبه، وكان الهرم في البدايه املس تماما، منقوش عليه نقوش ذهبيه وعليه جداول فلكيه وحاجات غريبه. طب يعني ايه الحكايه بالظبط؟ يعني الهرم كان مدفن خوفو زي ما كنا بنسمع زمان؟ لكن ده معقول. طب وايه سر الممرات اللي جوه؟ ليه في اكتر من غرفه، وفي غرفه مخصصه للملكه تحت الارض؟ الهندسه الغريبه دي مش مفهومه لحد دلوقتي، ومش معروف مين اللي بناها. في اختلاف في النظريات ان اللي بنى الهرم ده العلماء اللي جم من قاره الاطلنطس. حكايه قاره الاطلنطس دي كانت قاره موجوده في المحيط وغرقت، واتكلم عليها افلاطون في مذكراته لما كان في مصر وسمع عنها من الكهنه، وقال ان الجزيره دي كانت متقدمه في الحضاره ووصلوا لعلوم رهيبه. وبعد كده دخلوا في حروب وحولوا العلم اللي ربنا اداها لهم لقوه رهيبه، وبعدين ربنا غرقهم كلهم ونجى شويه منهم وجم على مصر وقالوا انهم هم اللي بنوا الهرم. وفي بعض المصادر بتقول ان الهرم بناه ناس نزلوا من السماء، وفي النهايه مش قادرين يصدقوا ان اجدادنا الفراعنه هم اللي بنوا الهرم. طب هل الهرم بيت من بيوت الاسرار وفي علم قديم مخفي جواه؟ زي ما قلنا الهرم يستحق الضجه دي لانه بيثير اسئله كتير ملهاش اجوبه. زي ما بيقولوا الشكل الهرمي بيستبيح طاقه معينه. لما تبني هرم بنفس المواصفات بتاعته وبنفس المقاسات والزوايا بتلاقي طاقه جوه مش معروف مصدرها. وعن تاريخ مصر القديمه في خلاف كبير. بعض الناس بيقولوا ان الحضاره المصريه بدات من 7000 سنه وانها حضاره وثنيه تعدديه، وفي ناس تانية بيقولوا ان الحضاره دي بدات من 12000 ونص سنه. في ادله قاطعه على ان الحضاره دي كانت حضاره توحيد مش وثنيه، بس احنا بنشوف في التاريخ والبرديات حكايه ال 2800 اله. لكن لما نقرا كتاب الموتى هنلاقي في كلام صريح عن ربنا: انت الاول وليس قبلك شيء، وانت الاخر وليس بعدك شيء. الكتاب بيقول ان ربنا واحد
وبعدين ال 2800 اله ممكن نفهمهم على انهم 2800 صفه من صفات ربنا، فهيبقى الموضوع كله تحريف من الكهنه والاقوياء في مصر القديمه. وبعدين بنشوف ان التاريخ الفرعوني كله محرف، والكهنه كانوا بيكتبوا التاريخ حسب مصالحهم، واللي كتبوا الاقوياء هو اللي وصل لنا لحد دلوقتي. وده بيظهر لعشرات الامثله اللي بتشير اصابعها للسماء، وده نوع من انواع التوحيد. معابد التوحيد موجوده من اول شمال النيل لحد اخره. ومين اللي جاب لنا اخناتون عشان يفاجئنا بالتوحيد؟ اخناتون ما طلعش من فراغ، ده طلع من تراث موجود وعبر عن احساس موجود. كان في مصر الكهنه في جهه والشعب في جهه تانية، والدليل على كده كلام القران: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. ده كان دليل على ان المصريين كانوا مؤمنين، ولكنهم كانوا بيخفوا ايمانهم خوفا من الحكام. وفي النهايه كل واحد عظيم كان بيموت فيبدا يتحول لاسطوره، وبعدين يتحول لاله يعبد. ده التخريف المستمر اللي حصل عبر التاريخ. زي ما بيقولوا القران: الافق القديم وتأليه الانبياء، الهرم سيظل معجزه مثيره للتامل، مش بس بيسيرنا احنا لكن بيسير العالم كله. ده عامل حاله جنون. فاكرين لما الكلب طلع فوق الهرم الكبير؟ الاجانب كانوا واقفين ومصدومين ازاي ده حصل، وبعضهم كان خايف كأن الكلب ده ليه سر او لغز غريب مرتبط بالاهرامات. انا بصراحه فضلت افكر هو الكلب ده ممكن يكون له علاقه بالاسرار القديمه ولا ممكن يكون صدفه. فرحت دورت في شويه مصادر ولفيت بين الكلام عن البرديات القديمه. المفاجاه ان لقيت ان الكلاب كانت فعلا ليها دور مهم في الحضاره المصريه القديمه. مفيش دليل مباشر بيربطها بالاهرامات، يعني الموضوع كله ممكن يكون مجرد لقطه غريبه، ومين عارف ممكن يكون الكلب بيحاول يوصل لنا حاجه.